هتصحي بدري ازاي والبيبي بيقلق طول الليل خاصة اول 3 شهور؟ ده سؤال كان من متابعتنا العزيزة بتسألني ازاي انت بتنامي اول 3 شهور. اول حاجة انا لما جيت اعمل الفيديوهات دي كنت حابة ان انا اديكي امل، وكنت حابة ان انا ابين لك ان الدنيا واحدة واحدة على مدار الشهور بتخف شوية، وان انت تقدري تعملي حاجات كتيرة قوي انت عايزاها، بس يمكن انت مش اخده بالك. ما كانش قصدي ابدا ان انا اصعبها عليكي وان انت تحسي ان في ناس ممكن تصحى بدري عادي، في ناس بتنظم الدنيا عادي وانا حتى مش عارفه انام. بصوا يا جماعه، انا كنت قلت في الفيديو اللي فات بطريقه كوميديه يعني اللقطه دي، حاسه ان هم مش 3 شهور، حاسه ان هم 3 سنين. انا يمكن في الفيديو دي بقول لكم ازاي تتخطوا الصعاب وازاي ان انتوا تبقوا احسن، بس ما بقولكوش ايه هي الصعاب. مبدئيا عايزه اقول لك ان كلنا واحد، كل الامهات واحد، معاناتهم واحده بس مختلفه. يعني ناس معاناتها في الحمل تعبت جدا، ناس معاناتها في الرضاعه لحد شهور طويله صعبه جدا عليها، ناس معاناتها ان هي وزنها زاد جدا فمش عارفه تعمل ايه، ناس معاناتها في النوم. ودي واحده صاحبتي بتشتكي من الموضوع ده، كان بينام كويس 5 شهور 6 شهور 7 شهور وبعد كده مش عارف ينام ومش عارف ينيمهم. ده سنين بقى ايا كان السبب. فمعاناه الام كلها واحده، مفيش حد ما بيعانيش، لا في حد الدنيا اسهل عنده هنا والدنيا اصعب هنا، حسب البيبي وحسب حاله كل واحده. اسمحوا لي احكي عن تجربتي. اول 3 شهور بجد كانوا صعبين جدا جدا جدا، وما كنتش بنام، كنت بصحى كل ساعتين ده لو مش اقل. كنت بوصل لمرحله ان انا ببص على الساعه علشان اشوف انا نمت قد ايه، يعني عقلي مش مستوعب اصلا ان انا نمت، فعشان ايه احس ايه ده بالطمانينه انا نمت ساعه، انا نمت نص ساعه. كان في مشاكل كتيره جدا. اول حاجه ان انا ما بنامش كويس، وده طبعا شائع ما بين الامهات يعني خاصه اول شهور. مره البيبي، مش مره يعني كذا مره، بس مره فيهم سلم قعد يعيط 4 5 ساعات، انا كنت لسه مغيره له وهو كان تعبان، فانا عملت له مناخيره، اتصلت بالدكتور الفجر، عملت كل حاجه، صحيت جوزي، مش عارفه اعمل ايه خالص معاه. في الاخر طلع عايز يغير وانا لسه مغيره له اصلا وما خدتش بالي، بجد سقطت مني تماما ان انا اغير له تاني، بس انا عشان هو تعبان فانا ركزت ان هو تعبان فقعدت اعمل له مناخيره، فخفت يكون مناخيره هي السبب. انا عايزه اقول لك ان هي دوده مش سهله خالص، انسان جديد جايباه الدنيا، فطبيعي ان هو اول ما ينزل الدنيا بيعيط، طبيعي ان هو مش مستحمل الازعاج، طبيعي ان هو النور بالنسبه له حاجه مزعجه جدا، طبيعي ان هو حاسس ان هو مش في امان لان هو في بطنك كان مقفول عليه كده، طبيعي ان هو ينزل تعبان، طبيعي ان انت ما تناميش. كان في واحده اسمها هدير كاتبه كومنت بتقول لي ان هي وزنها زاد. طبعا يعني تدور على حلول وتدور على دايت مع الرضاعه، وفي فيديوز كتيره او تتابع مع دكتور، بس اللي انا عايزه اقوله ان انا عايزاكي تتقبلي المرحله، كل مرحله بيبقى ليها حواراتها. والله انت هتتجوزي مثلا فانت عايشه فتره عصيبه بتحاولي تجهزي في الشقه، عايزاكي تتقبلي نفس الكلام ان انت جبتي انسان الحياه، ان انت خلفتي، طبيعي ان انت تزيدي في الوزن شويه، انا ما قلتش ان انت يعني ما تحاوليش تخسي، حاولي بس تكوني من جواكي متقبله انا خلفت فيمكن الولاده تقنتني، فعادي عادي. انا مثلا مش بعرف انام عادي جدا، انا طالعه اقول لك ان هو عادي جدا، بس ان الدنيا ان شاء الله تبقى احسن معاكي، مش هتفضل زي ما هي. اول 3 شهور انا ما بنامش ماشي خلاص، انا طبعا ساعتها كنت تعبانه جدا والعمليه كانت تعباني، وبعدين كان عندي مشاكل مع الرضاعه، وبعدين كان عندي مش عارفه ايه، شويه حاجات كتير قوي جنب بعض كده، اوقات كتير قوي مش عارفه هو بيعيط ليه، مسؤوليه جديده وانا كنت بحاول اهتم بالكلب بتاعي بالعافيه فتقبلي ان اول كام شهر ممكن يبقوا متعبين شويه زياده عن اللزوم. في ناس اول 4 شهور متعبه، في ناس اول 5 شهور متعبه، في ناس اول 3 شهور هي بس اللي متعبه. تقبلي التعب، تقبلي الارهاق، تقبلي زدتي شويه في الوزن، بس مش معنى ان انت تتقبلي ان انت ما تحاوليش تدوري على حلول ان انت ازاي تخسي، ان انت ازاي تبقى حياتك احسن، لا حاولي طبعا، بس تقبلي ان الدنيا مش سهله، وان الولاده بجد مش سهله، وان الجنه تحت اقدام الامهات، يعني مش على الفاضي بجد، لا احنا بنتعب قوي يا جماعه. انا حابه في كل الفيديوز بتاعتي ان انا اديكي امل واديكي ان الحياه ممكن تبقى احسن. انا الحمد لله الفتره دي الحمد لله كويسه، بس مثلا امبارح انا ما عرفتش انام بدري، حصل حاجات، والنهارده صحيت متاخر شويه، فعادي عادي ان انا ما اصحاش كل يوم على نفس الجدول، عادي ان انا ما عملتش اللي انا عايزاه اوقات كتيره. يعني انا بصور فيديو دلوقتي انا عارفه ان هو ممكن يعيط اي لحظه، في صعوبات شويه، في تعب، في قله نوم طبعا، سهر اكيد، اوقات هتحسي ان الدنيا تمام واوقات تانية هتتعب شويه مثلا فتضطري تسهري معاه طول الليل. اهم حاجه ان انت بتحاولي تعملي اللي انت عايزاه تخليه برده هو اولويه، لان هو ملوش غيرك في الحياه، انت وباباه طبعا بس انت الاساس، ركزي معاه شويه، اتس اوكي ان في وقت يضيع من حياتك
معاه. ده مش وقت ضايع تماما، انت مع ابنك اللي هيسندك ان شاء الله باقي العمر، اللي هيحبك باقي العمر كله ان شاء الله. فانا زي ما قلت لك ان اول شهور في الولاده كانت صعبه جدا عليا، كنت وصلت لمرحله مش حلوه وجالي انهيار عصبي كذا مره. ده غير اصلا تعب الولاده نفسها، لو انت قيصريه هتتعبي جدا برضو بعديها بكام يوم. فتعب الولاده مع تعب الرضاعه مع تعب البيبي نفسه ان انت ما بتناميش، بجد كانت تقريبا من اصعب فترات حياتي. فالموضوع مش سهل والموضوع محتاج منك قوه. وانا في كل الفيديوهات ان شاء الله هحرص ان انا ازاي استغل كل ثغره في وقتي، وازاي اخليكي كمان حاولي تنبسطي وتستغلي اي فتره في حياتك ممكن تعملي فيها اي حاجه، لان الفتره مش سهله. بس برضو عايزه اقول لكم ان ده خلاني انا كألفت ادرك قيمه الوقت بجد. يعني كان الاول عندي وقت كتير قوي، وساعات مثلا بكسل شويه، بعمل غدا مش عارفه ايه، اقول مثلا هتعلم حاجه دلوقتي بقى، لا بعد شويه هخرج مش عارفه ايه. دلوقتي بقيت حاسه انه ايه، كل وقت بجد هو نايم فيه او كل وقت هو مثلا مع باباه فيه ايا كان، هو وقت ثمين بجد. مستخسره اضيعه ان انا اتفرج على حاجه، مستخسره اضيعه الا لو حاجه تفيدني طبعا، مستخسره اضيعه ان انا اقعد اكلم حد ساعتين مثلا وارغي. انا بجد عايزه اعمل فيه حاجه مفيده. فده برضو الضغط شويه بيخليكي تحسي بقيمه الوقت وقيمه الوقت الفاضي. فيا كل ام جديده تقبلي ان في تعب، طبعا في تعب. يعني انت ما رحتيش اشتريتي كيلو لبن من السوبر ماركت، انت خلفتي انسان بس انت قدها، انت قد التحدي. عايزاكي بس تبقي متاكده من جواكي ان هو اول شهور وان شاء الله الدنيا تمام. بعد كده بعد الشهر عليه طبعا ممكن يتعب شويه، مثلا تسهري جنبه، ممكن مش عارفه ايه، بس في العادي باذن الله حياتك هتمشي تمام لو الدنيا تمام، وهتقدري تعملي حاجات كتيره انت عايزاها، وان هي مش نهايه الدنيا. وان يا جماعه عايزه اقول لكم ان دي مش عارفه بس تقريبا اكتر فتره في حياتي انا ابتديت اهتم ان انا اصور فيها، مع اني عندي مسؤوليات اكبر بكتير من اللي كانت عندي قبل الخلفه. ففعلا الضغط زي ما قلت لكم، ففعلا عشان انا ابتديت احس بقيمه الوقت وابتديت احس ايه ده وقت فاضي، ايه ده يلا بينا. فبدات اتحمس. كل حاجه ليها عيوبها وليها مميزاتها، مش هقول عيوبها، هقول كل حاجه ليها، كل حاجه حلوه ليها ضربتها. انت معلش ان في تعب، معلش ان في وقت بيتاخد منك. في صديقه انا اتعرفت عليها وانا بجيب حاجات البيبي، يعني اسمها اسراء، قالت لي اذا كلف اعان. ما دام ربنا كلفك ان انت تخلفي، اذا ربنا هيديك الصحه لو مش عندك والقدره والطاقه والصبر ان انت تتحملي البيبي وتتحملي كل حاجه وتستحملي الحياه مع البيبي، وهيسهلها عليكي ان شاء الله. بس انت ادعي ربنا دايما يسهلها عليكي، ان انت تعملي الحاجه بحب، مش ان انت مخنوقه من نفسك ومخنوقه من البيبي ومش طايقه الحياه وتكرهيه في نفسه وهو لسه يعني ما شافش الدنيا. فخليكي انت اول مثال حلو ليه، خليكي مبتسمه حتى لو انت حزينه، حاولي تبتسمي، هو ليه حق عليكي برضو. انا عارفه والله الدنيا صعبه فعلا، واوقات كتيره يعني انا امبارح كان مودي مش حلو خالص، كنت فعلا متضايقه جدا. بس الواحد ربنا بيديله الصبر والطاقه، وزي ما قلنا ما دام ربنا خليكي تخلفي يبقى انت اذا قدها. انا قبل ما اخلف دعيت ربنا، قلت يا رب يا رب البيبي يجي في الوقت المناسب، الوقت المناسب ان انا قادره ان انا اتحمله. ودايما ربنا بيعمل للانسان احسن حاجه. قعدت 4 سنين جواز ما خلفتش، وكل الناس عمالين يقولوا لي ازاي وخلفي ومش عارفه ايه، بس انا اعتقد ان انا لو خلفت اول سنه جواز، دي بالنسبه لتجربتي طبعا عشان انا عارفه ان في ناس خلفت بدري، بجد كانت حياتي هتتدمر تماما. فكل واحد بيدعي ربنا ان هو يكتب له احسن حاجه ليه. وانا مش بدعو ان انت تخلفي متاخر، بس بقولك ان يعني خدي نفسك شويه، خدي نفسك شويه. هعمل فيديو تاني عن الموضوع ده، ان انت ازاي تاخدي نفسك شويه قبل ما تخلفي، وهتكلم فيه ليه الواحد ممكن يأجل الخلفه شويه. الناس كتير قوي هتعترض على الموضوع ده، بس دي وجهه نظر شخصيه ملهاش علاقه تماما، كل واحد حسب تجربته الخاصه. اتمنى ان انتي تحسي احسن، واتمنى ان انتوا كلكم تعدوا المرحله الاولى على خير. اول فتره تبقى صعبه، ده طبيعي جدا، وانتي قويه جدا وانتي تقدري، بس اعرفي من جواكي انها فتره وان شاء الله هتعدي. الدنيا كلها مش هتفضل زي ما هي. وعن تجربه خاصه عايزه اقول لك ان اول 3 شهور مثلا، اول شهرين كده بتحسي ان البيبي مش بيفهم اي حاجه، بتحسي ان انتي مكتئبه ومخنوقه منه ومخنوقه من حياتك ومين ده. بس بجد يا جماعه الشهر الرابع، يعني انا دلوقتي سالم النهارده الشهر الخامس، بجد بقى متفاعل جدا ما شاء الله عليه، بقى بيضحك بجد. بس ان يصحى فعلا تحسي ايه ده
انت نمت كل ده، لو انا مثلا خلصت الحاجه اللي انا بعملها وهو نايم انا عايزاه يصحى بجد. بجد بيتجاوب معاكي، بيبقى احسن بكتير، تحس ان هو انسان بقى خلاص. يعني انا بجد يعني انا كألفت انا متحمسه ان هو يكبر بجد عشان يروح معايا يتمشى معايا، نخرج مع بعض نجيب حاجات. يعني انا دلوقتي بخرجه كل يوم على قد ما اقدر، اطلع اجيب بيه حاجه وارجع، بس الف بالعربيه بتاعته، بس اوري له الشمس شويه، اتونس بيه برده. يعني بجد بقى متجاوب، بقى بيضحك. مش متخيله بقى لما يقفل السنه هيبقى متجاوب ازاي. فبجد انا اول 3 شهور ما حسيتش بده خالص، يعني حسيت بيه يمكن الشهر الثالث في اخره كده، ان هو ايه ابتدى ايه يبص ايه ده ويحرك دماغه ومش عارفه ايه. بس دلوقتي الشهر الخامس حاسه ان هو لا، كبر بقى انسان ليه شخصيه. يعني بيبان في حاجات بسيطه قوي كده. لما بيعيط ما بقاش بيعيط بقى بيزعق. فبحس ايه ده، هو بيزعق لي من هو دلوقتي. ربنا يستر من اللي جاي. بس فبقول لك ان الريورد اللي انت بتاخديها لما بتغيري له، ان هو بيضحك لك، بيتكلم معاكي، بيتكلم اللي هو بس بيتكلم. فالمكافأة دي بتاخديها بعد 3 شهور. مش هتحسي بمتعتها دلوقتي بنفس القدر يعني، بس هتحسيه 4 شهور 5 شهور 6 شهور. الحمد لله الحمد لله. بحسب الكاميرا مش بتصور. كان هيجي لي صدمة. فبقول لك تحسي لا الموضوع يستاهل فعلا. ده انا ما حسيتوش اول 3 شهور، عشان كده انا بقول لك ان انت بعد كده هتنبسطي جدا ان شاء الله. يعني ربنا يحفظ لك ابنك، وربنا يحفظ لك كلكم اولادكم وبناتكم، وتشوفوهم في احسن حال، وتبقوا انتوا كمان في احسن حال. اهم حاجه صديقتي قالت لي عليها برضو، كانت نصيحه غاليه من اسراء داش، قالت لي ان ابنك محتاج لام سعيده مش ام مضحيه. انا مقتنعه جدا بالكلام. هو لو انا سعيده ومبسوطه وعايشه حياتي هديله السعاده دي من كل قلبي، وهغرس جواه ان هو يبقى مبسوط، وهغرس جواه حاجات جميله جدا، لان انا بعمل حاجه بحب، وانا كألفت اصلا مبسوطه. يعني بعمل الحاجات اللي انا عايزاها، بعمل هواياتي، ما نسيتش نفسي. كل ده طبعا بيحسن النفسيه جدا. فانا لو مبسوطه هبصيله السعاده كده من غير تفكير، ومن غير ما افكر ان انا لا عايزه اساعده، لا هي اوتوماتيكلي يعني هتوصل له. فخليكي ام سعيده مش مضحيه، ابنك محتاج ده. شكرا جدا. كانت معكم ألفت تيتي. باي باي.